ايه اللي حصل يوم 18/4/2024 في اسيوط، وايه كمية الناس اللي هتشوفوها قدامكم في الفيديو دي؟ لو حابب تعرف ايه اللي حصل في اسيوط تابع معايا الفيديو. ايه النهارده اسيوط بتحتفل بالعيد القومي لاسيوط، وتحديدا في يوم 18 ابريل من كل عام، بذكرى ثورة اهالي بني عدي التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799. واستشهاد نحو 3000 شهيد من الأهالي قدموا أرواحهم فداء للوطن. في سبيل المحافظة على أرضهم، ضاربين أقوى الأمثلة في الحرب والسلام، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومي للمحافظة. تقع محافظة أسيوط جنوب القاهرة 375 كيلومتر، وكان اسمها قديما سوت، وحرفت إلى أسيوط، وسوت تعني في المصرية القديمة الحارس. لأنها كانت بوابة مصر من الجنوب، وكانت آخر الطريق إلى 40 الذي كان يصل الوادي بالواحات ويصل مصر بالسودان. وتحتفل محافظة أسيوط بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام. ويرجع الاحتفال بهذا التاريخ إلى ذكرى ثورة بني عدي التي تقع على طرف الصحراء الغربية لمركز منفلوط، وعلى الطريق المؤدي إلى الوادي الجديد. وقد قامت ثورة بني عدي ضد الفرنسيين تحت قيادة الشيخ حسن الخطيب، وكان أهلها يرسلون جماعات منهم إلى النيل لمهاجمة السفن الفرنسية. وقد كان يوم 18 أبريل عام 1799 يوما مشهودا في تاريخ أسيوط، إذ ضرب أهالي بني عدي في هذا اليوم مثالا رائعا في البطولة والفداء، فقد اجتمع فيها ما يزيد على 3000 من الأهالي تحت زعامة الشيخ حسن الخطيب والشيخ محمد المغربي والشيخ أبو العدوي، وانضم إليهم 450 من الأعراب المصريين و300 من المماليك. وقد صار إليهم الجنرال دافو بجنوده قاصدا بني عدي للاستيلاء عليها، فلما وصل إليها وجد الأهالي جميعا يحملون السلاح. ولقد استبسل الأهالي في تلقي هجمات الجيش الفرنسي، فاشتبك الفريقان في معركة حامية دارت رحاها في طرقات بني عدي وفي بيوتها التي حصنها الأهالي وجعلوا منها شبه جلاع. وانتهت المعركة بعجز الفرنسيين عن الاستيلاء على القرية بسبب مقاومة الأهالي، فلجأ الفرنسيون إلى وسيلة الحريق، فأضرموا النار في بيوت القرية، فأصبحت البلدة شعلة من النار. وبهذه الوسيلة نجح الفرنسيون في الدخول إلى بني عدي بعد إن أصبحت رمادا. واحتل الجنود الفرنسيون ما بقى من بيوت القرية، وسلبوا ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم من أموال وكنوز. لقد سجل أبناء قرية بني عدي أسماءهم بحروف من نور في سجل الأبطال، فما من أسرة إلا وقد قدمت شهيدا أو أكثر في هذه المعركة. ومن هنا كان احتفال محافظة أسيوط بيوم 18 أبريل من كل عام تعبيرا صادقا عن الوفاء والتقدير والإجلال لأهالي قرية بني عدي الذين وقفوا ضد قوى البغي والاستعمار.